كتير مننا كان عنده واحد من زمايله في المدرسة عنيف ما شاء الله، وكان منيم المدرسة من الحصة التانية. هذا الشخص انت لما بتشوفه النهاردة بنسبة كبيرة قوي هتلاقيه من الناس المطحونة في الدنيا، وده لانه كان فاهم القوة غلط، وهتلاقي نفسك غالبا افضل منه. طب ايه علاقة ده بموضوع حلقتنا النهاردة عن اهم الحيل والخدع في الحروب؟ هقولك دلوقتي. انا ايمان وده اخر مترو. من زمايله لان دي كانت لغة الحقونا غيرانة وهتموتي مني أول ما بشوفها بسام. شوف يا صديقي، مش معنى ان حد جاب لك هدية يبقى بيحبك وفي بينكوا سلام. خلي بالك علشان ممكن يبقى فخ. مدينة طروادة مثلا اللي الإغريق فضلوا محاصرينها 10 سنين مش عارفين يدخلوها لحد ما ظهر جندي اسمه أوديسيوس بفكرة جديدة وخدعة علشان يدخلوا المدينة، وهي حصان طروادة. حصان خشبي كبير ومجوف وزنه 3 طن وبنوه في 3 أيام. استخبوا جواه الجنود والعساكر وبلغوا أهل المدينة إنهم خلاص هينسحبوا ويفكوا الحصار، وإن الحصان ده هدية لاتفاق السلام. وفعلا دخل الحصان المدينة بموكب كبير، وأهلها فضلوا يحتفلوا ويرقصوا برفع الحصار لحد ما الدنيا ليلت وأهل المدينة ناموا. وخرجوا الجنود من الحصان وفتحوا أبواب المدينة لباقي الجيش ودمروا المدينة كلها وانتصروا عليها. وفي الحرب العالمية الثانية القوات الجوية البريطانية رمت كتيبات على الجنود الألمان، محتواها كان وصف الأعراض المرضية وإزاي أي جندي يدعي إنه تعبان فينزلوه أجازة. لكن مش دي الخدعة. الخدعة إن الجيش الألماني اكتشف ووقفوا الأجازات، وأصبح في جنود ألمان تعبانين فعلا، وبسبب وقف الأجازات انتشرت الأمراض في الجيش كله، وده طبعا أثر بشكل كبير على قوة الجيش الألماني. وفي حرب بقى 73 اقترح البطل الأسواني أحمد إدريس استخدام اللهجة النوبية كلغة مشفرة بين الجنود، ولأنها كانت لغة منطوقة بس وملهاش أي شكل كتابي كان صعب جدا على العدو فهمها، وكان ليها فضل كبير في الانتصار وإننا نرجع جزء كبير من سينا. كل الخدع دي وغيرها كتير بتقول حاجة واحدة بس، وهي الإنسان من زمان وهو كان بيستعد إنه في يوم من الأيام هيحارب بدماغه مش بقوته. وحتى دلوقتي لو بصينا حوالينا هنلاقي كلام كتير عن فيروس كورونا، إن هو مجرد صباح الخير في حرب بيولوجية لو بدأت ممكن تشيل الكوكب اللي عليه. والحرب التكنولوجية وحروب المخابرات وغيرها من حروب العقل فيها أكتر من الأسلحة. عرفت ليه لازم تحمد ربنا إنك ما كنتش بلطجي المدرسة وما كنتش منيمها من الحصة التانية؟ شاركنا رأيك، هل فعلا الحرب خدعة ولا بتعتمد على القوة؟ واستنونا دايما في آخر مترو. مش تبدأ بقى كلام طويل قوي.